يلا بينا. أنا اسمي إياد صالح، مؤلف وأحيانا بروديوسر. اتخرجت من كلية إعلام جامعة القاهرة، مخرج أفلام دوكيومنتري، مخرج إعلانات، كاتب مسلسلات، كاتب برامج، كريتيف دايركتور للإعلانات، كريتيف دايركتور لبرامج. أنا بدأت كمساعد مخرج، من هنا كانت البداية إن أنا أحب إن أنا أشتغل في الصناعة نفسها. أغلب الحاجات اللي كنت بتأثر فيا وأنا طفل الحاجة اللي فيها حواديت قدام الكاميرا، بيحكي جوه فيلم، بيحكي في مقال، يمكن ده اللي خلى يبان إن أنا بعمل حاجات كتير قوي مالهاش علاقة ببعض، بس هي كلها بالنسبة لي ليها علاقة ببعض. أنا حبي للأفلام الدوكيومنتري جاي من إنك إزاي ممكن تحكي حكاية، بس المرة دي بتحاول تحكي حكاية حقيقية. مثلا زي الفيلم اللي كنت عملته اسمه سنوات الكور الضايعة، عن ليه مصر ما توصلش كأس العالم. كان في الوقت اللي احنا لسه هنروح نلاعب غانا لكأس العالم 2014. في حد كان كاتب كتاب كده اسمه النحت في الزمن، فكرة إنه هو إيه الفن، بتنحت زمن عشان يفضل موجود للناس. يعني تعالي تتخيل احنا لو عملنا فيلم مدته دقيقة، انت شفتيه فخد من عمرك دقيقة، 5 تانيين شافوه فخد كده 5 دقايق، فهيفضل هو زي التمثال كمان بياخد من عمر الناس. انت بتصور انترفيو مع شخصية حقيقية، بتحكي حكاية حقيقية، الشخص ده انت ثبت اللحظة دي forever. فانا كنت بحس ان الافلام الدوكيومنتري هي حاجة هيبان اهميتها بمرور الزمن. مهما كان فيلم ممكن يبقاش احلى حاجه، بس هو حقيقي في النهايه. الفيلم اللي هتطلعه 25 دقيقه ولا 52 دقيقه، انت شفت الماتيريال 9 ساعات وعشت التصوير 150 ساعه. فكمخرج انت التجربه الانسانيه بتاعتك نفسها بتتغير. تيجي تكتب فيكشن بشكل ما بتبقى اقرب للحقيقه. كمان مقتنع بجمله كده قالها جيمس كاميرون، هو كان عنده تيد توك كده كانوا بيسالوه فيها على المرحله اللي اختفى ما بين تايتانيك وافاتار. هو راجل بيحب الافلام الدوكيومنتري وكان بيعمل في الوقت ده افلام دوكيومنتري. قال جمله كده، قال لك ان دوكيومنتري موفيز نو ماني نو فيم نو جلوري. هو ده اكبر تحدي عند اللي بيعمل افلام وثائقيه. هي بجد فيها جزء كبير جدا ان انت ما بتاخدش شهره كبيره وما بتكسبش فلوس كتيره وما بتحققش المجد او الاهميه اللي بتحققها صناعه الفيكشن يعني. فغالبا بتحس ان انت عندك حنين انك بقى ترجع تعمل حاجات تانية. في فرق كبير بين انك تبقى كاتب وانك تبقى مخرج، وتحديدا اقصد انك تبقى كاتب سيناريو. في فرق بين انك بتكتب روايه، اللي انت بتكتبه بيروح للجمهور على طول من غير وسيط، كتاب بينزل الجمهور بيقراه بيكلمك بشكل مباشر. لما بتكتب سيناريو، اللي مكتوب مش اللي هنتفرج عليه، لانه لسه في ممثل هيمثله، في مدير تصوير هيصوره، في مهندس ديكور هيعمل له ديكور، وبالتالي الناس بتخش السينما او بتفتح التلفزيون ما تتفرجش على سكريبت، تتفرج على عمل جماعي. المخرج مسؤول عن كل حاجه، هو مش مسؤول بس عن السكريبت، كل شيء، مسؤول عن الصوره، مسؤول عن اداء الممثلين، اختيار اللوكيشن، مسؤول عن كل التفاصيل بتاعه الفيلم في ايد المخرج. انت كسيناريست بتشتغل على انك بتبني القصه، بتعمل الاستراكشر بتاع القصه، شكل الحوار، وبترجع تتعامل بقى مع المخرج على الدايركتور انتربريتيشن بتاعته، انه والله طب احنا المشهد ده هيبقى طويل قوي وده هيزود زمن الفيلم، فاحنا محتاجين نحاول نوصل نفس المعنى بمشهد اقصر. بس ده لان المخرج زي مدرب الكوره، هو في حته اعلى فشايف الفريق كله، انت بتشتغل في جزء صغير، انت متهم بكل حاجه. لو في ممثل مثل وحش، المخرج هو الغلطان. عشان كده بستغرب قوي لما يطلعوا يقولوا اصل احنا عندنا مشكله كبيره في الكتابه. حضرتك كل سنه بتخرج مسلسل، انت ليه بتخرج حاجات مكتوبه وحش؟ في النهايه احنا مش هنحاسب السيناريست زي ما بنحاسب المخرج. خد جائزه الاوسكار احسن سيناريو سواء مقتبس او اوريجينال. الاوسكار ما بتقراش السكريبت، الاوسكار بتتفرج على الفيلم. الصراع بقى اللي هو بتاع محدش يتدخل في اللي انا كاتبه، محدش يجي جاب، ده مش حقيقي، لان هي لعبه جماعيه. انت بتلعب كوره ما بتلعبش تنس. انا عمري ما كنت متخيل ان الحريفه واحد هينجح نجاح لغوي. ده مش اول فيلم كوره اكتبه. انا بحب الكوره جدا جدا جدا، وبشوف ان اللي بيحب السينما بيحب الكوره، لانه ما فيش دراما في الدنيا احلى من دراما كره القدم. الدراما الحقيقيه دي اللي هي دراما لايف. الافلام دي بتوصل عند لحظه وتقف، تترفض من الاول، او يلا ننتجه وبعدين المنتج يتراجع، ويلا نجيب ممثلين وكل حاجه وبعدين نكتشف ان الموزع مش عايز. ويمكن كان ملخص الموضوع ده مبني على حاجه، هي انه اغلب افلام الكوره في مصر خسرت. مفيش اي فيلم كوره جاب فلوس. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، ما عندناش ممثلين في سن لعيبه الكوره، ما عندناش نجم شباك في سن لعيب كوره. المشكله الثانيه انه جمهور الكوره اللي بيشجع الاهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونه ما بيخشش يتفرج على فيلم كوره متسجل فيه الماتشات، ما بيتفاعلش قوي مع الموضوع ده. الحاجه الثالثه وهي دي كانت الاهم، انه قرار شراء التذكره في ايد الستات.
اللي رايحين السينما دول يا واحد ومراته يا واحد وخطيبته يا شله فيها اولاد وبنات، وغالبا البنات هي اللي هتختار الفيلم، وغالبا البنات لما بتشوف بوستر كوره بتقول لا. احنا من اول لحظه في فيلم الحريفه انا كنت بتكلم مع استاذ طارق الجنايني انه هتعمل فيلم كوره كمان بقى بتاع عيال في ثانوي، احنا وجوه جديده تماما، وانه دور شلش اللي عمله كابتن احمد حسام ميدو ده دور صغير قوي، فمش هتقدر تقنع بيه نجم كبير. فقال لي لا انا هعمله بالولاد الصغيرين. ده تحدي كبير جدا لانه صعب قوي ان الفيلم ده يكسب فلوس، او انا بقيت شغال في الفيلم بالمنطق بتاعي احنا بنعمل فيلم هينجح جدا 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 لما يتعرض بره السينما، يعني لما ينزل في التلفزيون، لما ينزل على منصات. وسبحان الله الفيلم بعد اسبوع او اسبوعين في السينما نجح نجاح كبير جدا جدا. اي حاجه هقولها لك على ما هي اسرار نجاح الحريفه هتبقى من قبيل التنظير، بس في ملاحظات زي انه الحريفه مش ولاد بس، 50% من جمهور الحريفه بنات، وده حاجه غريبه. السينمات اللي كانت بتحقق ايرادات كبيره السينمات الاغلى، فده معناه ان الفيلم بيتشاف من قطاع كبير، عكس برضو اللي كان متصور انه بان البرومو شعبي والفيلم بيدور في اجواء شعبيه انه هيبقى جمهوره جمهور وسط البلد، جمهوره بقى جمهور التجمع. يعني هو جمهور هو بيتفرج على سبايدر مان وبتاع، ما بيتفرجش على فيلم مصري في السينما، فهو اول فيلم مصري جديد يتفرج عليه هو فيلم الحريفه. مش مخطط 100%، الفيلم كان مفضل للمامز، ما فيهوش مخدرات، ما فيهوش شتيمه، ما فيهوش حاجه غلط، الفيلم جرين جدا بالنسبه لهم، فروجوا جدا للفيلم، فده ساعد الفيلم بشكل كبير. 50% من مصر تحت ال 30 سنه، النسبه الاكبر تحت ال 20 سنه. الجيل ده بقى محتاج حاجات تعبر عنه مش موجوده في السينما، محتاج يشوف قصصه اكتر. فكره نجوميه الابطال اللي قدموا الفيلم ميزه ان هم مش نجوم شباك. نجاح الحريفه بيغير طريقه تفكير الصناعه في انه لا احنا لازم نعمل حساب لده. وانت حتى هتلاحظي في رمضان ده في مسلسل لطه دسوقي وعصام عمر، في مسلسل لاحمد مالك، الجيل ده بقى معبر عنه حتى في اهم حدث سنوي اللي هو الموسم الرمضاني. لما بكتب اي حاجه بقعد اسال نفسي السؤال بتاع هو انا الشخصيه اللي انا هكتبها دي قابلتها؟ لانه بحس انك بتعبر عن الحياه اللي انت عشتها حتى لو شخصيه بعيده عنك، يعني شخصيه رجل اعمال غني ثري. بقعد اسال نفسي انا شفت انترفيوز مع رجال اعمال شخصيته قريبه لشخصيه نجيب ساويرس ولا شخصيه محمد فاروق، ولا في ريفرنس حقيقي. انا مش هاخده زي ما هو، انت عايز تشوف العالم بتاع الكاركتر ده وهو شبه ايه انت تعرفه، عشان خيالك يبقى لما بتعمل تفاصيل تبقى انت التفاصيل دي واخدها من الحقيقه مش واخدها من الافلام. يعني مش لازم يكون الشرير بيشرب سيجار، موضوع السيجار ده انت شفته في السينما، حد انت تعرفه شرير قاعد ماسك السيجار وعامل كده، لا دي صوره سينمائيه. وفي الحريفه كانت كل الشخصيات دي ليهم ريفرنس في خيالي، صحابي في المدرسه، سواء احمد حمدي حته ده صديقي لحد النهارده، سواء ششتاوي النص، سواء جilberto انا عشت معاهم في المدرسه. كل التفاصيل بتاعتهم صغيره هي تفاصيل حقيقيه. ولد اللي في وسط شله هو الرقم 2، علاقته بششتاوي بيحبه، علاقته باهله قريبه، رشوه ممكن يوافق بس يندم. حتى شخصيه كابتن احمد حسام ميدو اللي هو محمد شلبي، مدرس كان عندنا في المدرسه يحب يلعب كوره، ويوم الخميس ما لعبش بشكل احترافي بس لعب في نادي الزمالك، فكمان كان بيجي يوم الخميس في المدرسه لعيبه معتزله من نادي الزمالك تلعب معاه كوره. فطبعا كان بالنسبه لنا فيجر رهيب. ده اللي بقعد افكر فيه، انه يكون في ريفرنس حقيقي عشان اقدر انا اتخيل افعالهم، اتخيل ردود افعالهم، اتخيل قصتهم. ده بيودينا للحته بتاعت انا بحب جدا البرامج، سواء ان انا كنت بعمل برامج او ان انا اتفرج على برامج. ليه؟ انت بتشوفي فيها الناس الحقيقيه. تعمل برنامج بس تضيف فيه نجوم، انت بتشوفهم قبل الحلقه، فبتقعد معاه تدردش معاه في الاوضه وتتكلموا وتقول له طب هنسالك في كذا، هنسالك في كذا، وبيبقى بيتكلم بشكل حقيقي قوي. بعدين بيدخل في الهواء او في التصوير بتشوف البيرسونا اللي هو بيعملها، وقد ايه طبعا المسافه. في ناس شخصيتهم في الاوضه مختلفه تماما عن شخصيتهم في الحلقه. اي برنامج مسابقات زي امريكان جوت تالنتس، ويكي جوت تالنتس، وعرب جوت تالنت، احب اتفرج على المرحله اللي الشخص بيحكي قصه حياته، اللحظه اللي بيطلع فيها على المسرح ويتكلم مع اللجنه، شكل رياكشنه لما بيكسب. يعني ما اقدرش اقول لك برضو ان انا بكتب كان ده احسن حاجه، بالعكس كان عندي هاجس طول الوقت مخوفني، ان دول كانوا اصحابي انا في المدرسه، وانا في بيني وبين قصه الفيلم زمن نور وكزبره وبتاع، هم جيل تاني غيري. يعني هل لسه في المدرسه حد بياخد سندوتشات زمايله فمسمينه احمد حمدي حته؟ هل لسه في المدرسه بيقولوا على الاسمراني جilberto؟ ودي بقى كانت المرحله الاهم في الحريف، المرحله بتاعت ان احنا ابتدينا نعمل بروفات الترابيزه مع الممثلين. من اول لحظه احنا بنقول لهم لو في حاجه انت حاسس انها مش لوجيك، مش منطقيه، فيها حاجه يلا نتكلم فيها. لو في حاجه انت حاسس انك ما تعرفش تقولها كده بس عندك طريقه تانية احلى، يلا نعمل كده. ممثل زي كزبره هو طور كتير من شخصيه احمد حمدي حته. استاذ طارق
رشحه للفيلم كان جاي يعمل دور النص، بما ان هو بيغني فجاء عشان هيعمل دور الولد اللي بيغني راب اللي معاه. دردش بقى معاه ان هو ده اللي هيعمل الشخصيه، ولسه مش قايلين له انت هتعمل ايه في الفيلم. لقينا نفسنا احنا الاثنين بنقول له طيب، وبنخرج بره بنقول لبعض ده احمد حمدي. ده هو ذكي جدا جدا ولماح للتفاصيل، وقدر يغير شويه في طريقه تفاعل احمد حمدي مع بقيه الناس. وكذلك نور في شخصيه ماجد، ازاي ان هو كان مخلص جدا لحته كده، هي انك لازم في الاول ما تكونش بتحبه، ودي حاجه صعبه جدا على اي ممثل انك تقول له انت هتبتدي الفيلم بس انت هتبقى دمك تقيل. بس هو كان مخلص جدا وما حاولش ان هو يبقى لذيذ في اول الفيلم باي شكل عشان انت تحبه لما بقى وسط الولاد الشعبيين وابتدى يتغير وبتاع. احمد غزدي كذلك طبعا. انا بشوف ان احنا كنا محظوظين جدا جدا في الحريفه بالممثلين، نور ايهاب، خالد الذهبي، يعني اغلب اللي اشتغلنا معاهم كلهم كانوا، ودي ما بتشوفيهاش في كل المشاريع، انه المشروع بتاعهم ده فيلمنا مش فيلم اياد، مش فيلم طارق. فده اللي كان مخلي الموضوع الشخصيات تبان منوره. عشان كده ارجع اقول لك تاني ان الشخصيه تطلع كويس ده جزء منه مؤلف، جزء منه مخرج، جزء منه ممثل، جزء منه مدير تصوير، جزء منه مهندس ديكور، جزء منه ستايلست، مش بس ان المؤلف عملها كويس. الجزء الثاني ده كان بالنسبه لي حاجه انا كنت متحمس لها جدا جدا جدا، لان انا من اول لحظه حاسس ان قصه الحريفه مش بس دي، بس احنا بنعمل جزء ثاني بسبب انه الجزء الاولاني كسر الدنيا، وبالتالي كابوس كبير جدا ان انت الشخصيات والحدوته خرجت من ايديك بقت ملك الناس، هم حبوها بطريقه وعندهم مشكله كبيره جدا لو حاولت تبوظ ده. انا بقيسها عليا، انا لما كنت بدخل اتفرج على فيلم جزء تاني كنت بزعل قوي لما يعملوا حاجه مش جايه على مزاجي، يمكن حتى لو منطقيه، بس انت عملت كده ليه؟ فقعدت كتير جدا 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 لحد ما قدرت اطلع اول نسخه من الفيلم. احنا تقريبا اغلبنا كان عارف هو احنا لو بنعمل جزء تاني هنعمل ايه، فاغلبنا عارف هو ان احنا اكيد الحريفه هيخشوا الجامعه. بحس انه بيبقى اسهل لو الجزء الاولاني نجح نجاح معقول فتعمل جزء تاني كسر الدنيا، بس الجزء الاولاني كان مفاجاه كبيره ونجح نجاح كبير جدا، الناس كلها اتكلمت عليه. ففكره انك بتحاول انك تعلي على ده، انت بتطلب ان انت تنجح نجاح استثنائي، وفكره النجاح الاستثنائي دي ما بتتكررش في الحياه كتير. يعني في افلام كتير جدا جابت اكتر من حريفه واحد في 2024، بس الناس بالنسبه لها ده الحريفه نجاح استثنائي لان ده فيلم غير متوقع له النجاح، فمطلوب من الحريفه 2 ينجح وهو متوقع له النجاح. يعني انا بجد ما بتوترش قوي قبل عرض الاعمال، بحس انه انا انا عملت اللي عليا. كنت بشكل من الاشكال متوتر قبل عرض الحريفه 2 للاحساس ده، بس الحمد لله هي المفاجاه انه في نفس السنه بينزل الجزء الثاني وبيوصل النهارده ل 126 مليون، يعني 4 مليون كمان، وهيبقى تاني اعلى فيلم ايرادات في تاريخ السينما بعد ولاد رزق 3. اكسبشنال، يعني انا محظوظ عشت تجربه زي دي لان انا ما بشوفش ان ده بيتكرر. انا بحب كابتن ماجد جدا، رؤوف السيد مخرج الجزء الاولاني بيحب كابتن ماجد جدا. كان في بينا ديبيت في الجزء الاولاني شايف ان احنا نبين ده اكتر، انا كنت شايف انه كابتن ماجد ده مرتبط بجيلنا مش بالجيل الاصغر، الجيل الاصغر مش متعلق قوي بكابتن ماجد، عارفه طشاش، فاحنا بلاش نافور في السكريبت او في التصوير على حته انه ده ماجد وده بسام ودي لانا وده عمر. دوسنا قوي هنتحول ان احنا بنعمل بارودي او هنبقى دمنا تقيل، احنا هنعمل الموضوع وكانه تريبيوت لجيلنا، انه لو في واحد قاعد في السينما وخد باله من الافيه بتاع ما دول عمر شوقي واحمد شوقي الاخوان شوقي هيتبسط. فهي كانت زي انك بتحاول تحفظ ذكرياتك اللي انت عشتها، اللي انت مش عارف هو قد ايه من اللي هيخش يشوفوا الفيلم عندهم نفس الذكريات، فتلميح بسيط يعني. فده كان الفكره يعني. لا حريفه ما بيخلصش. عندي قصه تاني لسه القصه ما خلصتش. هل الانتاج والتوزيع والممثلين وكل البروسيس عمليه التنفيذ دي دلوقتي ابتدت تشتغل على الجزء الثالث؟ لا، بس هل ده هيحصل؟ انا اعتقد انه هيحصل، واعتقد انك هتحبي تعرفي ايه اللي حصل للحريفه بعد ما خلصوا الجامعه. ماجد راح فين، ششتاوي راح فين، حته راح فين. يمكن الجزء الاول والثاني هما باك تو باك كزمن، انا بتكلم على السكريبت، بيخلصوا المدرسه دخلوا الجامعه، فمفيش فاصل زمني هما اتغيروا فيه قوي. تخيلي للي جاي ان في شويه وقت عشان تشوفي هما راحوا لفين. انا كان عندي تجربه حصلت من سنتين، اتعرض السنه اللي فاتت، كان اسمها شهر زي العسل هاني مونش، فيلم كاتبه انا ورامي علي، اخرجه الي سمعان، انتاج يجي الفيلم، اتعرض على نتفليكس. هو فيلم روم كوم كويتي، بطوله نور الغندور ومحمود بوشهري. وكانت المفاجاه انه هو لما اتعرض على نتفليكس كان رقم 1 في العالم، مش بس في الميدل ايست، مش بس في الدول العربيه. لمده اسبوعين تقريبا حقق 27 مليون فيو في اول اسبوع عرض ليه على نتفليكس، اعلى فيلم عربي حقق ارقام على منصه نتفليكس.
كانت مفاجاه شويه شبه الحريفه، فيلم روم كوم بسيط، احداثه متصور كله في لبنان، ما كانش فيه تخيل انه ده يحصل. فبالتالي احنا دايما الحاجات بتتعرض احنا ممكن نبقى مخلصينها قبلها بسنه وسنتين. احنا في خلال الوقت اللي قبل ما الفيلم يتعرض كنا اوريدي ابتدينا مشروع تاني برضو انا ورامي مع المخرج إلي سمعان لفيلم روم كوم تاني اسمه عريس وعروستين. الحمد لله هو تصويره خلص، نتفليكس اعلنت انه هيتعرض في 2025، لسه ما تحددش ميعاد العرض بتاعه، وعندنا طموح ان هو يتم استقباله يعني نفس الريسبشن نفس الاهتمام. يعني بحب ان افلام الروم كوم ممكن يكون شويه غريب ان هم افلام كويتيه، في الاخر خالص انا بشوف ان البلاتفورمز خلت موضوع اللغه ده مش صعب، لان انت على نتفليكس عندك سب تايتل بكل اللغات، عندك دبلجه، المساحه اللي بيتشاف فيها البروجكت اكبر بكتير من اللي هي الدوله او اللي بتنتج الحاجه. احنا يمكن مركزيين قوي في مصر، احنا تقريبا في 3 بلاد في العالم غير امريكا الفيلم المحلي بيجيب فلوس اكتر من الفيلم الامريكي، الهند ومصر ونيجيريا. بس حاسس انه فكره المنصات اللي بتوريك العمل بدبلجه بترجمه تخليك تتفرج على حاجه اسباني، حاجه الماني، حاجه كوري، ما بيبقاش فارق معاك اللغه. يعني هي تجربه مختلفه عن الشغل في الاطار بتاع الصناعه في مصر. انا فقط الساحر مشروع بحبه جدا، انا قعدت كتبت ابتدى ان انا اشتغل عليه، الاستاذ طارق الجنايني ابتدى يشتغل على البروجكت، جاء الاستاذ تامر محسن عشان يبقى مخرج المشروع، الممثلين، فكانت البروسيس بتاعته ماشيه بشكل مثالي جدا جدا من وجهه نظري. يعني انا بحب قصه فقره الساحر. في اعمال كتير جدا بتتقدم على النصب والهايست والنصابين وبتاع، ممكن يكون المحتوى العربي مش كبير بس المحتوى الاجنبي اكبر، بس انا كان في حاجتين جدا مهتم بيهم، هي انه شخصيات تبقى مصريه جدا، فانت عندك 3 ابطال من المعادي بس كل واحد فيهم من معادي مختلفه، من عرب المعادي ومن على كورنيش المعادي، دجله المعادي، فهي نفس الحي بس في 3 اشخاص مختلفين في الطبقه الاجتماعيه، جمعتهم مدرسه، جمعتهم علاقه الصداقه اللي ما بينهم، وبيرجع تاني بيجمعهم مثلث الحب. بشوف ده اللي بيخلي العمل مش شبه حاجه تانية. الشخصيات دي اكيد محدش قدمها في اي عمل نصب، مفيش ميكس في اي حاجه اجنبي، مفيش، لانه مصري جدا. الحاجه التانية انه عمليات النصب ما تبقاش طايره في السماء، فبالتالي دورت على انا بحب عمليات النصب، ان انا اقرا اخبار النصب وعمليات النصب وبتاع. تقريبا انا اعرف دلوقتي كل عمليات النصب اللي حصلت في مصر في اخر 50 سنه. انا في النهايه كنت عايز تشوفي حاجه تصدقي انها مصر. ليه احنا كاتبين مستوحى من قصص حقيقيه؟ لانه مثلا عمليه سرقه الفيلم اللي في الحلقه الثالثه دي حقيقيه، دي حصلت مع فيلم اعتقد كان ذهاب وعوده او فاصل ونعود بتاع كريم عبد العزيز. عمليه المقبره اللي في الحلقه الرابعه هي عمليه حقيقيه حصلت في مصر. اكتر حاجه كانت بتخوفني طول ما انا بكتب المسلسل ده ان حد يقعد يتفرج كده يعني يا سلام، يعني هو في حد في مصر يعني يا سلام، دي اللي هي بتاعت انه لا دي ناو يو سي مي او حاجه مش حقيقيه. هل ده معناه ان مفيش تخيل لشيء تاني؟ لا، كان في حاجات فيها طبعا. بقيه العمليات وتحديدا في الحلقات اللي بعد كده في المواجهه اللي ما بين الابطال ال3 بتوعنا مع الابطال ال3 الكبار، احمد زاهر واستاذ وليد فواز واستاذه بسمه، ازاي ان دول جيل تاني بقى من النصابين، جيل المستريح الكبير في السن اللي نصب واتغنى وبطل، ودلوقتي بقى ايه بيشعر بالملل فبيقرر ان هو يدخل لعبه مع بعض بيورطوا فيها ابطالنا. فانا كنت مبسوط جدا بالمشروع ده. يمكن الناس كانت، وانا زي الناس برضو انا ما بحبش اتفرج على مسلسل متقطع. يعني انا يا تفرجني على مسلسل حلقه كل يوم يا تفرجني على المسلسل كله حته واحده. فكره الاسبوع دي سواء بقى حلقه او حلقتين انا كمشاهد ما بقدرش اتفاعل معاها، دايما بستنى العمل يخلص. فيمكن كان في ناس كتير متضايقه من الطريقه اللي اتعرض بيها المسلسل، انه كان بينزل حلقه كل اسبوع. نوع المسلسل نفسه صعب قوي انك تكيب اب الا لو شفته ورا بعضيه. اتشاف كويس جدا لما كان بينزل حلقات، بس اتشاف اكتر بكتير لما الحلقه الثامنه والاخيره نزلت. ابتديت بقى انا اشوف بقى ردود افعال ومكالمات وناس بتحكي لي انه ناس كتير جدا دخلت شافت الحلقات ورا بعض. نفسي اقدم حاجات كتير قوي بسببها تفكر في التوبيك اللي بيتقال فيها. يعني اي حد بيشتغل بيحب الناس تتفاعل مع اللي هو بيعمله، تخلي الناس تتناقش مع بعض، تخلي الناس تختلف مع بعض، تخلي الناس تقول ايوه لا انا مقتنع ان هي كانت طيبه، لا هي شريره بس هي عامله نفسها طيبه. زي ما انا بحب القصص الكومفورت وحنينه عليك ما تضايقكش، حاولت اعمل ده في فقره الساحر. مش قادر تعرف هم طيبين ولا اشرار، انه مفيش اجابات نهائيه، مفيش حاجات محسومه. ممكن بيبقى عندك فرصه تعمل ده في مسلسل اكتر ما تعمل ده في فيلم، فانت في اخر حلقه بتبقاش عارف هو طب هم هيبطلوا يرجعوا الفلوس ولا ما يرجعوش الفلوس، طب هم اذوا مين. السؤال ده سؤال مفتوح. بشوف انه ده جزء
من المتعه. هي ليه روز ما طلعتش جاك جنبها على الخشبه؟ يعني كان في مكان، او انه ليه موتوه؟ طب ايه ده؟ ده هي الست، ده هي اللي رمت العقد يعني، وده تايتانيك يعني، فاهمه؟ فانا مش بتكلم خالص في عمق وتنظير، مش فارق معايا الجونر، مش فارق معايا مين بيمثل، مش فارق معايا ايه الميديم، كل اللي فارق معايا انه قد ايه الحكايه تبقى حقيقيه، وقد ايه بيكون ليها امباكت عليك. مش شرط انك تطلع مبسوط جدا وشايف ان انا احسن واحد في الدنيا، بس انها تحرك اي حاجه جواك، يا اما تحرك حاجه في مشاعرك، يا اما تحرك حاجه في اللي انت بتفكر فيه.